السلام عليكم. أمين صبري من الذين يحاولون إعطاء نظرة جديدة للقرآن بنظرة باطنية. كيفاش؟ يجي يقول لك بأنه ذيك الكلمة المعنى تاعها باطني، مش المعنى اللغوي اللي نعرفه ويعرفه تعرفه جميع الأمة. يعني مقصد الله بهذه الكلمة غير هذا، سيتادير هذا تحريف للكلام، أو تحريف لمواضع الكلام، أو تحريف لكلام الله عن مواضعه أو عن معانيه. إذا كان الله يقصد بكلمة واضحة للناس فهمها رسول الله وفهمها أصحابه وفهمناها نحن، هو يجي يقول لك لا، هذه خاطئة، فهمتها خلاف، فهمتها بفهم آخر أو فهم باطني. يجب أن نعلم ما هو الفهم الباطني أو ما يريد الله باطنيا بهذه الكلمة، وهذا ما يسمى بالعلم الباطني الذي يحاول الوصول إليه، وما له من دون الله من سلطان، بل هو علم شيطاني هدفه تفريغ القرآن من نصه، تفريغ القرآن من معانيه، الإتيان بدين جديد غير دين الله الذي أرسله لرسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته كما هو، بل يحاولون جعلك تؤمن بالكتاب لكن معنى الكتاب غير معنى الذي أنزل أو أراده الله به. نجو نشوفوا خاوتي في هذا المنشور واش يقول، وكيف يدلسون ويكذبون ويتألون على الله ويكذبون الله فيما قال ويقولونه ما لم يقل. سبحان الله. اسمعوا معي هذا البوست خاوتي. الخبر الأول لا علينا، يقول: وكيف نملك معجزة بصرية، كيف نملك معجزة بصرية داخلنا، ولكننا وضعنا عليها غشاوة، ولكننا نحن من وضعنا عليه غشاوة، وضعنا عليه غشاوة وغطاء يمنع الرؤية، على بصرهم غشاوة، استند بنص الآية على بصرهم غشاوة، وخطوات عملية مهمة تحسين وتطوير حاسة البصر لديك لتعمل برؤية وبصيرة أعمق سواء في يومك أو في منامك. سبحان الله. شياطين الإنس، شياطين الإنس كيف يتفننون في اختيار الكلمات. سبحان الله. واش قال لك؟ قال لك كيف نملك معجزة بصرية. هذه النقطة تدل أنهم يؤمنون بوحدة الوجود، ويؤمنون بأنك قادر على خلق واقعك، وأنك قادر على كذا. يعني أسماء الله الحسنى فيك أنت، أنت القادر، أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت البصير، أنت 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 أنت. بهذا المنطق وصلوا إلى هذا الكلام. يعني أنت فيك بصر، لكنك هذه البصر انتادت له غشاوة، ويستند بآية الله لم يقولها في هذه السياق، بل قال في سياق آخر. يقول لك باللي انت عندك البصر وبصيرة، وعندك انت درت لروحك غشاوة، لكن لازم تتبع خطوات باش تنحي الغشاوة اللي درتها انت على نفسك. وبالتالي تؤمن بأن نعم، أنت تستطيع خلق واقعك، أنت تستطيع أن تكون رحمن، أنت تستطيع أن تكون الغني، أن تغني، أن إلى آخره، أن تكون إله بين قوسين. أنت رب صغير كما قال مدربهم أحمد عمارة، أنت إله صغير أو يكمن الإله فيك، إذن يمكن لك أن تكون قدرات الإله تستنتجها. نجو نشوفوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيتين. تبوا معي أخوتي واش يقول الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. من الفاعل هنا؟ الله، ولهم عذاب عظيم. هنا كاين سبب. لماذا؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء ختم الله على قلوبهم. يعني هنا إذا أنت عندك غشاوة، إذا أنت من الذين كفروا. شفتوا خافتي؟ شفتوا التدليس وين يجي؟ قادر يدخلك أنت تكون كافر باش يستدل بآية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولكم عذاب عظيم. بونس زيد. الآية في سورة الجاثية يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
شكون الفاعل هنا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا لست أنت من تضع على عينك غشاوة، بل الله هو الذي يضع عنك. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني الله هو الذي وضع هذا الغطاء الذي لا يمكن به رؤية الملائكة، رؤية الجن، ورؤية. إذا قال أحمد عمار أو أمين صبري هذا الكلام فهم يكفرون بهذه الآيات علنا. فكيف تتبعونه؟ ما فهمت أنا كيفاش راكم تتبعوا فيهم علنا لما يقول لك على أبصارهم غشاوة ويستدل بها، والآية تقول غير ذلك، ويستدل بها وتقول أوه ما هذا الإبداع. أنا لما نشوف تعليقات عند أمين صبري لمدلس دجال كاذب يستدل بآيات لم يقلها الله أو لها معاني غير، أو يغير معانيها ليستدل بها، قل دول الناس ممشي يشوفوا، واش ماكمش تشوفوا واش راه يدير؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تتدبرون؟ سبحان الله. سلام.